النجم المغربي ياسين بونو يتلقى خبرا سارا من مدربه الجديد، وإليكم التفاصيل. ولكن قبل البدء في التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. كشفت التقارير الإسبانية أن المدرب الجديد لنادي إشبيليا لويس قرر منح الحارس المغربي ياسين بونو أول فرصة للعب كأساسي في مواجهة مانشستر يونايتد في الذهاب ربع النهائي من الدوري الأوروبي. ووفقا لبعض المصادر أن المدرب الجديد لنادي إشبيليا يرغب في التبادل الحراس بين ياسين بونو وماركو، حيث يريد منح فرصة للمغرب للعب في مباراته الأولى تحت قيادته. ومن المتوقع أن يحصل بونو على فرصته لمواجهة مانشستر يونايتد، حيث كان سببا في تفوق إشبيليا على الفريق الإنجليزي في نصف النهائي من الدوري الأوروبي لسنة 2020. كان المدرب الجديد لنادي إشبيليا قد قرر الاعتماد على الحارس الصربي ماركو الذي سبق أن جاوره في عدة مباريات مع فريقه السابق الذي كان مدربا له، كما اعتمد عليه في أول مباراة يقودها مع نادي إشبيليا، لتكون بذلك هي المرة الأولى التي يجلس فيها بونو في دكة الاحتياط بعد سنوات قضاها مع نادي إشبيليا كحارس أساسي. ويجري اللقاء بين إشبيليا ومانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء حسب توقيت غرينتش. وفي النهاية لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديدنا.